هاي، النهاردة الخميس 7 مارس، وكويك ابديت انا ابتديت سايكايتري. فبقالي كام يوم كده بقعد ابص اري ايفالويت نظرتي للحياة ووجهة نظري وكده من الحالات اللي بنشوف بقى يعني patients بحقه حقيقي، مش بس بندرسها كده theoretically. فالموضوع very interesting. بس منفر جدا، يعني الموضوع فعلا مرعب، يعني الواحد فعلا بيخاف يتأثر من الحالات دي لو اشتغل في حاجة زي كده يعني. بس فكنت بقعد افكر يعني انه في عز التوهان اللي انا فيه طبعا، وعز ما كل اللي حواليا تايه ومش عارف هيعمل ايه في حياته، ومش عارف مش عارفين نطلع ايه لما نكبر. حرفيا احنا خلاص اهو في سنة 5 طب، والسنة الجاية امتياز، وبعدين خلاص هننطلق في الحياة العملية، ولا حد عارف هو عايز يبقى ايه، وده عادي يعني طبيعي. بس اللي انا متوقعتوش ان حتى انجح الناس اللي حواليا كده يعني. it was surprising بالنسبة لي ان الاقيهم هم كلهم كمان مش عارفين يعملوا ايه في مستقبلهم خالص وكده. وكمان اللي برضو بلاحظه حواليا ان تقريبا كلهم تعسة، او معظم الناس اللي حواليا اللي هم من بره لما ببص على حياتهم بحس انه ايه ده، دول سعداء جدا وعندهم تقريبا كل حاجة اي حد يتمناها، او عندهم على الاقل كل حاجة اللي اي حد ممكن يفتكر انه هي دي مصدر السعادة، او ان هي دي اللي لو كانت عنده هتجيب له السعادة. بس لما اجي اتكلم مع الناس دي بيكونوا لا، اللي هو تعسة وتايهين، واحساس التوهان هو اللي مسيطر عليهم اكتر حاجة، مش احساس انه رضا او احساس انه ماشي والدنيا ماشية وكده وبس. يعني المهم فقعدت افكر يعني يا جماعة وكده، وبتوصل للحاجات دي بقالي يومين. بكون نفسي اشاركها، بس بتوصل لها الصبح وانا I can't ان انا اسجل الصبح. ما اقدرش اسجل الصبح لان الصبح هو الوقت اللي انا بكون ايه بعيش فيه، بذاكر يعني قصدي فيه، وبروح الجامعة وكده. بقول لا، البودكاست بالليل يا جنى. بس باجي بالليل بقى طبعا بكون تعبانة جدا، مش قادرة اسجل، مش قادرة اتكلم مع اي بني ادم ولا اقول اي كلمة، فاقعد اقرا يا اما اتفرج على حاجة وانام. بس فالمهم قررت انه دلوقتي وانا في عز ما انا قاعدة بشتغل، بس الساعة بصراحة 8 يعني بالليل، فقلت اوكي مفيش مشكلة، في عز ما انا بشتغل اسجل لكم حاجة كويك كده. المهم نبتدي. اول حاجة توصلت لها هي انه يا جماعة الحياة دي عامة اللي احنا بنعيشها عدد اللحظات اللي فيها اللي احنا عايشينه اكبر، اللي احنا عايشينه وقاعدين بنخطط للأحلام بتاعتنا ولأهدافنا ولكل اللي احنا عايزين نوصله. العدد اللحظات ده هو أكتر بكتير من عدد اللحظات بتاعة الوصول نفسها. فالواحد دايما بيقعد يفتكر انه انا اول ما اوصل هنا انا بجد هبقى سعيدة، او بس اوصل احقق بس ده، وساعتها هبتدي التفت بقى لحياتي واركز على مش عارفة كذا، او اركز على صحتي، او اركز على مش عارفة ايه. يعني دايما بيكون في الحاجة اللي بس استنى اوصل وهكمل معاك، هركز معاك مع الأسف، أو هركز ماشي مع حياتي بس أوصل بس لكده. ومع الأسف بجد اللحظات بتاعة الوصول دي هي لحظة، أو هي لحظات قليلة جدا، وحتى سعادتها ما بتستمرش. ما فيش حاجة اسمها ان انا اوصل، في حاجة اسمها ان انا ايه اللي بعده. يعني عمرها ما بتبقى لحظة الوصول، عمرها ما بتبقى احساسها احساس وصول. دايما بيبقى احساسها احساس what next، ايه اللي احققه بعد كده، ايه اللي اوصله بعد كده، اعمل ايه بعد ده كده. فعشان كده يعني دايما دي حاجة بحاول اشتغل عليها، ان انا فعلا enjoy every moment، زي ما بيقولوا المر بال بالحلو بكله. وبرضو شبهتها الموضوع ده، شبهته بانه مفيش حاجة اسمها
المحطة الأخيرة. يعني الحياة دي عاملة زي قطر وبننزل فيه في محطات، تمام، أو قصدي سوري بنقف في محطات فيه. المحطات دي let's think of it إنه هما الإيه، هما الأهداف بتاعتنا. احنا عمرنا ما بننزل، يعني عمر ما المحطات دي بتبقى هي آخر محطة. آخر محطة هي الموت. يعني عمرنا ما هننزل وخلاص نوصل لحاجة إلا في آخر محطة، وهي محطة الموت. أما بقى اللي في النص ده فهو بس محطات بنقف فيها، مش بننزل. هي بس القطر بيقف وبعدين بيكمل للي بعده للي بعده للي بعده. فاللحظات اللي القطر فيها ماشي أكتر من اللحظات اللي هو بيقف فيها في المحطات، وهي دي اللحظات اللي بتكون حياتنا. يعني احنا لما نيجي نتكلم على حياتنا أو لما نيجي نتكلم على حياة حد تاني أو كده، بنتكلم على اللحظات دي، مش بنتكلم بس على التحقيقات دي part of it. والتحقيقات دي اللي أنا وصلت له برضو مفروض تبقى نتيجة السعي، مش هي الهدف. يعني الهدف مفروض هو يبقى السعي او ان احنا نشتغل وان احنا نتبسط، واحنا يعني نتبسط بالشغل بتاعنا، لان ما فيش حاجه اسمها ان احنا نعيش حياه واحنا على طول مبسوطين. ما فيش الجو ده. ده مش هيكون اصلا فيها سعاده. يعني فكروا فيها كده، لو انتوا على طول فاضيين فده ما فيش سعاده في كده. الاوقات اللي انتوا بتكونوا فيها فاضيين وما بتعملوش اي حاجه ومش بتشتغلوا عندكم وقت فراغ كتير جدا، بيكون اتعس من الوقت اللي انتوا بتشتغلوا فيه وبعدين تاخدوا بريك وفكروا فيها وامشور ان انتوا توصلوا لكده. بس بجد بتبقى حاجة مؤلمة انه نقعد احنا كده نحلم انا عايزة احقق كذا وكذا وكذا، والطموح بيجيب طموح. فنقعد نحلم ان هو انا عايزة احقق دي ودي وعايزة اعمل كذا كذا وماشي واشارك في ده كمان واعمل ده واطلع كذا واتخصص في كذا وهعمل كده بان انا اعمل مش عارفة ايه واخد الامتحان الفلاني عشان ده كمان هيحسني ومش نقعد نعمل كذا 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 كده. وبعدين بقى نيجي نفكر طيب ابتدي ازاي بقى، ابص بقى لحالتي انا دلوقتي، ارجع بقى للريل لايف، لرياليتي، للواقع. ارجع للواقع وابص على حالتي دلوقتي واللي انا عايزه اوصله، والاقي ان المسافه طويله جدا. يجي احساس احباط، اللي هو ده انا فين والاحلام دي فين وكده. فبقى اقوم اشتغل ببطء اكتر. ده لو اشتغلت اصلا. وانا بتكلم على الحوار ده يعني حاطه نفسي كمثال عشان يعني اهون بس عليكم، عشان ما so that I don't attack you. بس هو ده it applies لينا كلنا، تمام. اقعد مثلا اشتغل بطيء جدا، يا اما افقد الامل مثلا ان انا ممكن احقق ده كله، او مثلا اتوتر ويجيلي يعني كده اسمه قلق جامد جدا، اقلق جامد ومش عارفه انه انا امتى هحقق ده كله. طب لو ما عرفتش اعمل ده كله انا كده ازاي هشتغل، انا كده ازاي هوصل اللي انا كان نفسي فيه ده. انا دخلت اصلا طب عشان انا كنت بحلم ان انا ابقى مش عارفه دكتوره اطفال، او مش عارفه دكتوره او مش عارفه طب انا لو ما عملت كده، فاهمين كل بقى القلقات دي، القلقات ولا مش عارفه جمع قلق. كل القلق ده يقعد يتراكم، وهو ده اللي بيخلينا، اللي بيكون الدافع الرئيسي مع الأسف. بيكون هو ده بيوصل انه يبقى هو ده الدافع الرئيسي للسعي. فبيكون بقى السعي مؤلم، ما بيكونش ممتع خالص، بيكون حاجة مقرفة. بالعكس انا بكون قرفانة، اللي هو انا قاعدة بعمل ده كله يعني على الله بقى ينفع، عارفين اللي هو بمايندسيت على الله، بس على الله يتمر، على الله ينفع، على الله يطلع بحاجة. بس يعني يا ترى بقى هقدر اوصل ولا لا. وبالليل بقى بعد ما اخلص شغل وفحت ومش عارفة وتعب، اقعد برضو اشكك. من الاخر يعني طولت في الحته دي عشان اشرح لكم ان بحس ان هي دي حياتنا كلنا، ان احنا بنقعد نشتغل نشتغل نشتغل، نيجي في اخر الليل نحس انه ده يعني على الله يتمر بقى. ده عمرنا ما هنوصل، والله شكلنا عمرنا ما هنوصل. بس ادينا شغالين وبنشتغل بتعاسة، وفي الاخر بنوصل. على فكرة بنوصل لحاجات، سواء بقى حاجات احنا عايزينها ولا مش عايزينها، او كنا مخططين لها وشايفينها او لا.
مع الأسف بتبقى معظم الأوقات بتبقى حاجات اللي بتحصل أو اللي بنوصل لها غير اللي احنا كنا شايفينها وغير اللي احنا متوقعينها، بس بنوصل لها بتعاسة، بس يعني بنكون وصلنا بنكون وصلنا لحاجة على الأقل، وهو ده اللي ربنا كتبه لنا، ومعناه ان هو ده اللي فيه الخير. بس احنا بقى بنشوفها بتعاسة عشان عينينا كانت مركزة على اللي احنا شايفينه واللي احنا متوقعينه واللي احنا عايزينه، على الهدف. ما كانتش بصة على اللحظات التانية اللي هي بتاعة السعي، وعلى اللحظات اللي هي اللحظات الحقيقية اللي بتكون الحياة بجد، اللي هي الحاجات الصغيرة المؤلمة المقرفة كده، الحاجات الصغنطوطة دي هي دي اللي بتكون حياتنا. فاحنا لو ما اشتغلناش على ان احنا نستمتع باللحظات دي، او نستمتع بالامور المقرفة والسخيفة دي، هو ده الواقع مع الاسف. ما هو ده الواقع، ما خلاص لازم ان احنا نتعامل معاه. لحظة، الموبايل عمل لوك. او ماي جاد. اوكي لسه بيسجل. بجد انا مبهورة بالتكنولوجيا دي. المهم طب ما هو ده الواقع يا جماعة، احنا ليه بنرسم رسمة تانية للواقع؟ وكمان معلش بطلع برا الموضوع سنة. انتوا عارفين ان قريتها دي في كتاب، وبرضو لاحظتها في السايكايتري كلينيك، ان معظم الامراض النفسية ليها علاقة بعدم القدرة على التعامل مع الواقع. ماشي، تاني، الأمراض النفسية والعقلية ليها علاقة بعدم القدرة على التعامل مع الواقع، فبينتج ان احنا عندنا مرض لان مش عارفين نتعامل مع الواقع اللي قدامنا ده. فاهمين؟ دي حاجة كانت فعلا يعني كانت موصوفة بطريقة حلوة، عجبتني قوي، لان فعلا احنا وصلنا لعالم ان كل اللي حوالينا، كل الميديا والسوشيال ميديا مع الاعلام والتلفزيون كل حاجة بتقعد تروج لنا على واقع مش حقيقي، مش موجود، لدرجة ان احنا بقينا نصدقه، مع ان احنا كلنا يا جماعة عارفين جملة انه اللي على الانستجرام ده مش حقيقي، الناس البلوجرز دول بيحطوا بس الحاجات الكويسة اللي في حياتهم، ما حدش اوكي، ده كله احنا عارفينه، بس عمرنا ما بنعرف نطبقه، عمرنا ما بنعرف نقتنع بيه ونعيش بيه فعلا. احنا خلاص من كتر ما الواقع المزيف بقى منتشر، احنا نسينا يعني ايه الواقع الحقيقي، يعني ما بقيناش نعرف هو ده الواقع اللي احنا عايشينه ده، هل ده واقع بجد ولا ده بس انا؟ فاهمين؟ اللي هو ده بس عشان انا مش محظوظة، ولا هي فعلا الدنيا والحياة كده مع كل الناس؟ وانا هنا عشان اقول لكم انه لا، احنا كلنا كده. it's not just you, it's not only you, we are all on the same boat. ماشي، احنا كلنا على نفس السفينة او نفس المركب. كلنا مع بعض، كلنا في الهوا سوا، كلنا في الواقع ده، ومش انتوا اللي حظكوا وحش قوي في الدنيا، ولا انتوا اللي مش عارفة ايه، لا هو ده الواقع، هي دي الحياة، كل واحد عنده حاجات كده، هي الحياة كده، وإلا ما كانش هيبقى اسمها دنيا. ما لو كانت بقى زي ما هم بيروجوا لها، أو لو هي كان فعلا ممكن تبقى حاجة سعيدة وخالية من الألم وخالية من المصاعب والتعب والشغل لو كانت ما فيهاش كل الحاجات دي، كانت هتبقى جنة، ما كانتش هيبقى اسمها دنيا. ودنيا ككلمة معناها انه دنيء، يعني أدنى. فاهمين؟ دي برضو حاجة انا كنت يعني كنت مبسوطة قوي ان انا عرفت معناها، عجبتني قوي، اللي هو الدنيا جاية من كلمة دنيء، دني، فعشان كده هي اسمها دنيا. بس فهمتوا؟ بس يا جماعة، ايه اللي نتعلمه من هنا؟ انه اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نبص على احنا ازاي احنا ازاي عايزين نعيش ايامنا المعدودة بجد، اللي هي نخطط يعني الحاجات اللي نخطط لها اكتر هي العادات بتاعتنا، الهابتس، اليوم بتاعنا بيمشي ازاي، بنعمل ايه في يومنا، ايه اللي بنسمح ان احنا ندخله مخنا، يعني ايه الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها، ايه الحاجات اللي بنقراها، مين الناس اللي بنتعامل معاها، الحاجات الصغنطوطة دي هي دي اللي بنشتغل عليها، لان هي دي اللي بتكون العدد الاكبر من حياتنا، او اللحظات الاكبر من حياتنا. لكن بقى الاهداف وكده، فدي موجودة كل الناس دلوقتي
بتعرف ازاي تخطط لأهدافها وتحلم وتبني أحلام وتعمل رؤية اسمها ايه فيجن، يعني عايزة اقول فيجن وكده. كل الناس تقدر تبني الحاجات دي وتعمل الحاجات دي وتخطط للحاجات دي، ومش بقول ان هي مش مهمة، بس نحطها في حجمها. يعني نحط ان دي ايه حاجة مهمة، يبقى عندنا بس حاجة بنمشي لها بس. لكن دي حطوا في دماغكم برضو انها يعني 95% هتتغير. مش عايزة اقول 100%، بس فعلا 95% مصيرها تتغير وما تتحققش زي ما هي في دماغنا. احنا ليه بنحطها او ليه بنعمل الاحلام والطموحات والفيجنز دي؟ بس عشان نعرف نمشي في انهي طريق. بس اللي المفروض بجد، اللي انا بليف ان احنا المفروض فعلا نخطط له، هو احنا عايزين يومنا يبقى عامل ازاي، يومنا يمشي ازاي من اول ما بنصحى لحد ما ننام. لان هو ده اللي بجد بيحتسب بجد يعني. والنجاح ساعتها هيجي كنتيجة لليوم ده. يعني اللي بيقضي يومه في قراية وفي ان هو يشتغل وفي ان هو بيتعامل مع ناس بجد ذو قيمة، وناس بتضيف ليه، وناس يعني كده، ناس بجد فعلا محترمة كده، فاهمين ان هو متربية، ناس كويسة و... ويومه مليان بعادات صحية وعادات كويسة ومش عارفة ايه، وبيهتم بنفسه ويهتم بصحته والشخص اللي يهتم وبرضو طبعا بعلاقته الروحانية بربنا مهما كانت الديانة، بس يكون عنده علاقة روحانية مع ربنا ومؤمن وكده، ويعني عنده التزامات وعنده مسؤوليات وبياخد بمسؤولياته والتزاماته وكده. ده غصب عنه حتى لو هو مش مخطط لأي حاجة فظيعة أو أي طموحات فظيعة، ده هيعيش حياة الجودة بتاعتها أعلى بكتير جدا من حد مش مهتم خالص. يعني كل حياته مثلا تلفزيون بس، أو صحاب مش عارفة عاملين ازاي وبيجروه لتحت بس، أو صحاب مش بيضيفوا ليه، اللي هو صحاب خروجات بس. لا، يعني لازم يبقى عندنا كل أنواع الصحاب. صحاب الخروجات عشان للخروجات obviously، بس برضو ما يبقوش دول بس صحابنا، ما لازم برضو يكونوا مثلا بيضيفوا لينا. والتلفزيون مثلا تمام، اتفرجوا على التلفزيون بس مش دايما تبقى مسلسلات وافلام بس، لا، ما ننوع. لازم على طول في يومنا يكون في حاجة بتضيف لينا، حاجة بتحسننا ولو شوية يعني بتضيف. هي كلمة بتضيف، بس يعني انتوا تعمقوا فيها لو سمحتوا، فاهمين ازاي؟ بس فاللي احنا بنركز عليه هو ان احنا يعني مثلا ازاي ننمي ونحسن من عاداتنا، ازاي نحسن من جودة يومنا، ازاي نحسن من التفاصيل الصغيرة دي. هي دي اللي في الاخر هتبني مستقبل كبير، وهتبنيه مش عشان هو ده الهدف، هتبنيه كنتيجة، كباي برودكت، مش كجول، كمين ايم او كمين جول. لا، غصب عننا، او كباي برودكت. الحياة الناجحة، الحياة الفظيعة اللي احنا بنحلم بيها دي هتتحقق كباي برودكت لو احنا فعلا عرفنا نعمل اليوم الكويس. يعني اليوم لازم برضو يبقى فيه مش بس شغل، طبعا لازم يبقى فيه حاجة. كانت ماما هي اللي مقسمها لي قبل كده، قالت لي ان احنا الانبوتس او المدخلات، الحاجات اللي بتدخل، يعني inputs، تمام، الحاجات اللي بتدخل لمخنا او بتدخل لنا لازم تبقى من 4 عناصر او 3. انا هعرف دلوقتي لما اعدها معاكم. اول حاجة العنصر الروحاني، تاني حاجة العنصر الدماغي المخ، تالت حاجة كانت عنصر oh my god انا نسيت، القلب ولا القلب والروح والمخ. غذا انا اسفه جدا. غذا كان هي بتسميهم اغذيه. غذا القلب، غذا الروح سوري، اللي هو الصلاه والروحانيات وكده وربنا وعلاقتنا بربنا. وغذا المخ اللي هو بقى بالمعلومات والثقافه وكده. وغذا الجسد ده كده بنعمله برضو كل يوم. وبس تقريبا كده
غذاء القلب ايه بقى؟ معرفش، ممكن بقى غذاء القلب هما الناس والصحاب. I'm not sure of this part. بس المهم ان ايه، كل يوم لازم نغذي الثلاث او 4 حاجات دول. مش بس نغذي، يعني مهم جدا مهم جدا الثلاث 4 حاجات دول لازم يكون في ما بينهم ايه كده، هارموني، او معرفش ايه ترجمة هارموني، بس لازم يكون في ما بينهم تناغم. ما شاء الله، او ماي جاد، العربي بتاعي اتحسن. اوكي، لازم يكون لازم يكون في ما بينهم تناغم، هارموني. ونغذيهم كل يوم، كل واحد فيهم. يعني يكون لينا مثلا ورد قرآن، او يعني اول حاجة طبعا الفرائض، نهتم بالصلاة لو احنا مش ملتزمين بالصلاة، الفرائض. وبعدين مثلا ورد قرآني، وبعدين مثلا حاجة بتضيف لمخنا كل يوم، حاجة بتضيف لجسدنا كل يوم. يعني اكلات صحية دي مش هدخل فيها، عشان دي انا very very interested في حوار النيوتريشن والتغذية الصحية وكده. فلو حطيت نفسي ان انا ابتدي فيها مش بوقف. ماشي. فايه التغذية الصحية مش لازم تبقى كل الاكل كده، لا، هو بس على الاقل يكون في حاجات كويسة بتدخل جسمنا كل يوم، ما يبقاش كل الاكل كده، كل الاكل غير صحي. و... وطبعا العلاقات لازم طبعا ان احنا نهتم بالعلاقات. انا مش فاكره العلاقات كانت بتغذي ايه، بس هي بتغذي حاجه مهمه. يعني هي حاجه مهمه العلاقات اللي في حياتنا. فلازم طبعا مهما كنا عايزين ننعزل وحاسين ان احنا مش طايقين وتعبانين ومش عايزين نتعامل مع ناس، احنا البني ادم حيوان اجتماعي. تمام. البني ادم we are social animals. تمام. ف لازم ان احنا نسوشيالايز حتى لو احنا ملناش اي نفس، حتى لو حاجة بسيطة يعني. تمام. بس ده لو انتوا يعني عايشين لوحدكم الموضوع ده بيبقى اصعب، I know. عشان احيانا بتاخدني الوحدة واقعد في اوضتي وانعزل. فدي حاجة برضو لازم نجبر نفسنا عليها. لو انتوا عايشين مع عيلتكم وقرفانين منهم، فاحمدوا ربنا ان انتوا عايشين مع عيلتكم، وحاولوا انكم تدركوا النعمة دي. وبس that's it. thank you يا جماعة. to more about this topic. بصراحة أنا بحب جدا الموضوع ده، وبحاول إنه أرسخه في دماغي. فأنا مش بس بقوله لكم، أنا بقوله لنفسي برضو. بس thank you for listening. Bye.